إمام ترند زار القدس في عز الغضب على إسرائيل وأفتى إن الصلاة تصح حتى لو شايل حشيش في جيبك. في شيوخ كلامهم بيعدي عادي، وفي علي جمعة أي تصريح منه بيقلب الدنيا ويقعد الناس أيام يتكلموا فيه، من أول مواقفه مع كبار رجال الأعمال لحد فتاويه اللي دايما تلمس المحظور. إمام الترند اللي طول عمره عامل حالة جدل ما بتنتهيش، ورغم إن علي جمعة شخصية مثيرة للجدل دايما، لكن ده ما خلاهوش بره دوائر النفوذ، بالعكس كان ولا زال قريب جدا من المسؤولين والفنانين ورجال الأعمال ومشاهير المجتمع. وآخر فيديو ظهر فيه مع رجل الأعمال محمد أبو العينين في جنازة علي مصلحي وزير التموين الأسبق، وكان بيعرض عليه يسفروا الساحل يومين يتعالج فيهم، لكن الشيخ رد على أبو العينين وقال له: عاوز تدخلني جهنم؟ علي جمعة من مواليد 53، كان شاب رياضي اتولد واتربى على حب العلم في بني سويف، لعب كرة قدم وكان مصروفه 3 جنيه، خريج تجارة عين شمس، لكنه درس بعد تخرجه دراسات إسلامية وأصول الفقه بكلية الشريعة، وبيعرف يتكلم 3 لغات، وطول عمره مثير للجدل. اتجوز وهو عنده 20 وخلف 3 بنات كتب لهم كل ثروته، ولما تم 40 سنة اختاروا شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق عشان يكون عضو رئيسي في لجنة الإفتاء بالجامع الأزهر، وكان أصغر زمايله وأهمهم. وفي 2003 بقى مفتي للديار المصرية وقعد في منصبه 10 سنين، واتعرف عنه بأنه مفتي الأزمات، معروف عنه بأنه أبو البنات، وده أحب لقب لقلبه. علاقته قوية ببناته وأحفاده اللي بيقلدوه في كل حاجة، وقال عنهم: عمري ما أمرتهم بأي حاجة وبيصلوا لوحدهم. وبسببهم قال إن الأب من حقه يكتب أملاكه لبناته أو زوجاته أو أي شخص في حياته لحماية حقوقهم. زيارته للقدس في 2012 كانت سبب كبير في الهجوم عليه وقت حكم الإخوان اللي اتهموه على طول بالتطبيع مع إسرائيل، وتعرض للمساءلة في الأزهر، وشيخ الأزهر أحمد الطيب قال وقتها إنه ما كانش عنده علم بالزيارة، ولكن بعد رجوعه من فلسطين رد عليهم وقالوا إنها ما كانتش زيارة رسمية وتمت بإشراف السلطات الأردنية وما خدش أي تأشيرة أو ختم دخول إسرائيلي. وكان معاه الأمير الأردني غازي بن محمد اللي زار المسجد الأقصى لأول مرة في القدس الشرقية اللي احتلتها إسرائيل وضمتها في 1967. وبعد ما طلع معايش في 2013 بنى مسجد على نفقته الخاصة في 6 أكتوبر قريب من فيلته عشان يخطب فيه، وبناه على الطراز المملوكي وسماه فاضل على اسم أمير مملوكي، وكان بيجمع فيه تلاميذه ومنهم أسامة الأزهري وزير الأوقاف دلوقتي، ويسجل دروس تتذاع على القنوات، واتعرف باسم مسجد المفتي ومسجد الشيخ علي. لكن الإخوان ما سابوهوش وقالوا له: من أين لك هذا؟ وبدأت الخلافات تزيد بينهم، خاصة لما دعم عزل الإخوان في 2013 وتعرض لتهديدات بالقتل، وده خلى الداخلية توفر له قوة حماية. وفعلا في 2016 اتعرض لمحاولة اغتيال خطيرة في مسجده اللي استخبى فيه من مسلحين ضربوا عليه نار، وحصلت اشتباكات بين الأمن والمسلحين واتصاب الشيخ في رجله لكنه نجا من الموت. ومن قبل خلافاته مع الإخوان وكلامهم عن ثروته وآرائه السياسية، علي جمعة كان محل جدل كبير في وسائل الإعلام بسبب حياته الشخصية اللي كانت محل انتقادات كتير، وده لما حصلت أحداث يناير في 2011 واتسرب أرشيف سري للغاية من ملفات الأجهزة الأمنية، وكان في ملفات لشخصيات عامة اتكلم عنها الإعلام والصحافة، واتنشرت تقارير عن جوازات الشيخ علي جمعة، واتقال وقتها إن الشيخ علي جمعة اتجوز أكتر من مرة مفتي الديار المصرية، وكان واحدة منهم اسمها مها عبد الفتاح محمود شلتوت، وهي حفيدة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق، واللي طلعت بنفسها واتكلمت عن تفاصيل علاقتها بالشيخ علي جمعة وإنه صديق قديم لعيلتها، وده خلاها تتصل بيه في 2003 بعد ما مرت بظروف نفسية سيئة نتيجة طلاقها من جوزها التاني ووفاة أخوها صديق جمعة، وقالت إن التواصل بيننا وبين الشيخ استمر كام شهر لحد ما قرروا الجواز في أغسطس 2013، وكان جواز شرعي بشهادة عمها وخالها وتم في سكنها في جاردن سيتي. الوثيقة اللي تم تسريبها كانت بتاريخ 25 مايو 2004، قالت ادعاءات عن 10 جوازات للشيخ جمعة، وإن مها شلتوت كان عندها علم بيها، وإن علاقة مها وجمعة انتهت بعد تدخل بنته اللي طلبت من مها الانفصال عن والدها، وإن جوازهم اتسبب في مشاكل كبيرة في داخل العيلة، وكمان قالت لها إنه مصاب بمرض معدي خطير. لكن الكلام ده ما كانش ليه أي دليل في مصلحة الأحوال المدنية اللي ما ظهرش فيها غير 3 جوازات بس لعلي جمعة، وما ظهرش كمان أي حالات
الطلاق باسمه. وبيان مصلحة الأحوال المدنية باسم المفتي علي جمعة محمد عبد الوهاب قال إن أول جوازة ليه كانت في 1974 من السيدة عفاف عبده إسماعيل وكان عمرها وقتها 20 سنة، والتانية في 1996 من السيدة هدى عبد الرحمن محمد البدري، والتالتة من جميلة عيد رابح محمد. علي جمعة طول عمره الشيخ رقم 1 في الترند، ورجوعه للشاشة وظهوره مرة تانية كان ليه ضريبته، لأنه دايما يحب يتكلم في المحظور وبشكل مختلف ومثير. وكمان التأثير القوي للشيخ كان السبب الأساسي في الهجوم عليه، لأن الناس كلها عارفة إنه مش بيمثل نفسه، ده بيمثل مدرسة علمية ليها حضور كبير في الأوساط الفكرية والأكاديمية وأوساط صناعة الفتوى في مصر وبره مصر. وعشان كده في من الناس اللي بيعتبر كلامه قانون واجب التنفيذ. ولما الشيخ قدم للناس رؤية شرعية معاصرة عن علاقة الولاد والبنات ويقول إنها مش حرام طالما حطينا ضوابط للتعامل الصح، الناس قامت عليه وقالوا إزاي يحلل الاختلاط، مع إن يوسف القرضاوي أهم الرموز الداعمة لجماعة الإخوان وعبد العزيز بن باز أهم الرموز السلفية، وهم معروف عنهم التشدد أكتر من الشيخ علي جمعة بكتير، ولكنهم أباحوا العلاقة بين الجنسين وقالوا كمان إنها مطلوبة مش بس مباحة. ومع ذلك محدش فيهم اتهاجم زي جمعة. وللرد على فتوى جمعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمحمد حسين يعقوب وهو بيقول الطالب اللي بيحب زميلته في الكلية لا لمسها ولا كلمها في التليفون ولا بعت لها رسالة ولا بيبص لها، بيحبها وخلاص لأنها منتقبة زنا، في موجة سخرية لكم التناقض بين فتاوي الشيوخ أو اللي مسميين نفسهم شيوخ. وواحدة من فتاويه المثيرة للجدل كانت سبب في فصله من مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في 2021، وده بعد ما قال إن اللي يشيل حشيش في جيبه وهو بيصلي صلاته صحيحة. النظر للمتبرجة حلال. ويمكن كمان الجمهور لسه متأثر بفتاوي الشيخ جمعة القديمة من أول 2007 واللي خلت الناس تغضب بشكل كبير، خاصة لما قال النظر للمتبرجة حلال والراجل ما يشيلش ذنب لو بص لواحدة مش محجبة لأنها ما نفذتش تعاليم الشريعة، لكن المحجبة ما ينفعش حد يبص لها إلا بإذنها حسب تعبيره. اتصل بمراتك قبل الوصول للمنزل، ده غير فتوى تانية عن الاتيكيت الإسلامي قال فيها إن الراجل لازم يتصل بزوجته قبل ما يرجع للبيت يمكن تكون مع حد تاني. وطبعا الفتوى دي خلت كتير يهاجموه باعتبارها مخالفة للفطرة والتقاليد المجتمعية، لكن الشيخ رد على الهجوم في بيان إعلامي أكد إن الكلام ده مجتزأ وقاله في درس في مسجد السلطان حسن من أكتر من 10 سنين، وإن اللي استغل المقطع ده بيخدم هدفه المريض وبيروج لأفعال غير أخلاقية. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.